تعالوا نعمل هدول الخبزات يلي بشهوا، ونعمل حشوة دجاج سهلة وبسيطة بس طعمها كتير طيب، ونحضر هدول السندويشات بطريقة سهلة وسريعة. بخلط كل مواد العجينة مع بعض: الطحين، الحليب البودرة، السكر، الخميرة، البيكنج باودر والملح، كلهم بحركهم. بعدين بضيف المواد السائلة: بيضة والزبدة الدايبة، الزيت، الحليب الدافي، بعجنها لأحصل على عجينة رائعة وبتجنن. العجينة بعد ما تخمرت وارتاحت هيها ما شاء الله، رح اخدها ورح اقسمها ل 12 قطعة دائرية بهذا الشكل. عندي هون جبنة بارميزان مبروشة جاهزة، حطيت عليها شوية بابريكا وبقدونس او اوريجانو مجفف اللي موجود عندكم، بخلطهم هيك كلهم مع بعضهم سوا. وهلا رح اخذ قطعة من العجينة رح افردها بشكل دائري، ما بدي اخليها كتير رقيقة، تكون عندي هيك سمكتها مثل ما شايفين بهذا الشكل. وبس مجرد رح اخذ العجينة رح اقلبها على اخلي الوجه الناعم لبرا، وبس هيك اطبقها على بعضها بدون لا ضغط ولا اشي، بس هيك بطبقها. بمسحها بطبقة خفيفة من الحليب السائل، بعدين بحطها بخليط جبنة البارميزان، بضغط ضغط خفيف. وبدي تاخد طبقة رقيقة عشان ما تطلع مالحة، شايفين هيك؟ بس بحاول انها طبقة رقيقة من جبنة البارميزان. حطيتهم كلهم بصينية الخبز. هلا عندي بشفرة حادة بعمل هيك خطوط على الوجه، اختياري طبعا، وبغطيهم بخليهم يتخمروا لمدة 20-25 دقيقة. بعدين خبزتهم بالفرن لحتى أخذوا لون حلو. شوفوا كيف الخبزات ما شاء الله شكلهم، ومجرد ما هيك تفتحيها رح تلاقي في مكان للحشوة بالداخل. هلا عندي بالنسبة للحشوة دجاج قطعته مكعبات صغيرة، قطعوه هيك مكعبات صغيرة عشان تقدروا تحشوه. حطيت عليه البهارات المكتوب عندكم بالمقادير، قلبته على نار حامية بمعلقة زيت زيتون لحتى الدجاج عندي استوى تماما وخلص كل لونه ضج. عندي هون صلصة فرنسية، مايونيز، كاتشب، وسيراتشا أو صلصة حارة، بقلبهم كلهم سوا مع بعضهم، وبنزل فيهم الدجاج وهو سخن عشان يتشرب عندي من الصوص ويتغلف. وبقلبه كتير منيح لحتى كل حبات الدجاج تتغلف عندي بالصوص. وهيك الحشوة صارت جاهزة كتير سهلة. بمسك عندي الخبز بفتحه وبحط فيه الخس وبحط فيه عندي الحشوة الدجاج اللي عملناها، وبس هيك جهزت وصارت عندي جاهزة للتقديم. جربوها، صحتين وألف عافية.